حبايبي، اهلا بيكم في الحصه الثانيه من كورس تاسيس ماده الكيمياء. النهارده معانا ضيف هي روما مريم. ازيك يا مريم، عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ طيب احنا يا جماعه عاملين النهارده الكورس بعنوان روما بتفهم. لا مش روما بتفهم يعني تفهمنيش، لا بتفهم يعني، بس يعني عشان طبعا روما سنه 6 ابتدائي، فهي طبعا داخله اولى اعدادي، فاحنا عاملين الكورس النهارده. لو روما فهمت الدرس بتاع النهارده يبقى انت كطالب اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي ان شاء الله هتفهم الكورس. طيب تعال كده ندخل في الحصه الثانيه. الحصه بتاعت النهارده بعنوان ايه الفرق ما بين الذره والايون؟ ازاي مستر افرق ما بين الذره والايون؟ طيب خلي بالك يا روما، بص كده معايا. ايه الذره؟ ايه الفرق ما بين الذره والايون؟ اتكلمنا المره اللي فاتت والحصه اللي فاتت انه الذره كانت ابسط حاجه في الايه؟ في الماده. يعني لو مسكت قلم وقسمته لمجموعه عناصر هنوصل في الاخر على ايه؟ على الذره. دي ابسط مكون من مكونات الايه؟ من مكونات الماده. خلاص كده؟ طيب انا عايز اعرف يا مستر مكونات الذره ايه؟ عايز اعرف ايه؟ مكونات الذره بتتكون من ايه الذره؟ قال لك خلي بالك الذره بتتكون من كام حاجه يا شباب؟ بتتكون من مادتين. بتتكون من كام حاجه؟ من اثنين. ايه هما؟ اول حاجه بتتكون من حاجه اسمها نواه. بتتكون من ايه؟ نواه. حلو كده؟ خلاص؟ طيب بتتكون كمان من الكترونات بتدور حولها في مستويات الايه؟ في مستويات الطاقه. حلو كده؟ بتحتوي على نواه وبتدور حولها ايه؟ الكترونات. طيب تعال نشوف ايه مكونات النواه وايه اللي موجود في مستويات الطاقه. حلو كده؟ النواه يا شباب بتحتوي على نوعين من الشحنات. كم نوع من الشحنات؟ نوعين من الشحنات. ايه هما الشحنات اللي بتحتوي عليها؟ شحنه بنسميها شحنه ايه دي؟ موجبه. برافو عليكي. دي بنطلق عليها اسم بروتونات. اسم ايه؟ بروتونات. يبقى اذا البروتونات شحنتها ايه؟ موجبه الشحنه. طيب بتحتوي كمان على شحنه ثانيه اللي هي شحنه متعادله. شحنه ايه دي؟ متعادله. بنسميها ايه شحنه متعادله؟ بنسميها نيوترونات. بنسميها ايه؟ نيوترون. اذا النواه فيها كم نوع من الشحنات؟ اثنين. ايه هما؟ بروتونات. صح كده، موجبه متعادله اللي هي البروتونات والنيوترونات. خلاص؟ لذلك شحنه النواه بنقول عليها ان هي شحنه موجبه. شحنه النواه شحنه ايه؟ موجبه. طب يا مستر ما فيها شحنه متعادله؟ بس الموجب لا شال ايه؟ السالب. فاذا شحنه النواه شحنتها هتبقى شحنه ايه؟ موجبه. بيدور حولها الكترونات في مستويات الطاقه. ادي هنا في الكترونات اهو، بتدور حولها ايه؟ الكترونات في مستويات الايه؟ الطاقه. خلاص؟ بتدور حولها شويه الكترونات كده بالشكل ده. حلو كده؟ الالكترونات دي يا مستر شحنتها ايه؟ الالكترونات شحنتها شحنه سالبه الشحنه. حلو كده؟ يبقى الذره بتتكون من ايه؟ من حاجتين. بتتكون من نواه بتدور حولها ايه؟ الكترونات. النواه بتدور حولها ايه؟ الكترونات. النواه قلت لك فيها كام شحنه النواه؟ اثنين. فيها بروتونات وفيها البروتونات شحنتها موجبه والنيوترونات شحنتها متعادله. وبالنسبه للالكترونات شحنتها مالها؟ سالبه. حلو كده؟ اسال سؤال، الذره كلها على بعض شحنتها ايه؟ يا مستر انت لسه قايل ان شحنه النواه شحنه ايه؟ موجبه. والالكترونات شحنتها سالبه. اذا شحنه الذره موجب وسالب تبقى شحنه ايه؟ متعادله. برافو عليك. يبقى اذا الذره اقدر اقول عليها ان هي الذره مالها؟ متعادله كهربيه. متعادله ايه؟ كهربيه. خلاص؟ عرفنا ليه الذره متعادله كهربيه يا شباب؟ يبقى الذره متعادله كهربيه لانه شحنه النواه شحنتها مالها؟ موجبه. والالكترونات اللي بتدور حولها شحنه الالكترونات شحنه ايه؟ سالبه الشحنه. حلو كده؟ يبقى عشان كده قلنا على الذره ان هي ذره ايه؟ متعادله كهربيه. خلاص؟ ندي مثال كده للناس. بص كده يا روما ركزي معايا. لو انا مثلا قلت وليكن عنصر الصوديوم ان ايه؟ مش دي ذره؟ ذره. ان ايه 11 23. ان ايه 11 3 وايه؟ 23. حلو كده؟ طيب هذه ذره اسمها ذره الصوديوم. فيها اي مشكله؟ مستر ايه الفرق ما بين 11 و 23؟ يعني ايه ال 11 اصلا وايه 23؟ ال 11 يا شباب ده بنسميه عدد ذري. بنسميه عدد ايه؟ ذري. وال 23 بنسميه عدد كتلي. عدد ايه؟ كتلي. يبقى 11 ده عدد ذري وال 23 عدد كتلي. ايه العدد الذري وايه العدد الكتلي؟ قال لي العدد الذري يا مستر هو عدد البروتونات الايه؟ البروتونات كانت شحنتها ايه هناك؟ فاكره؟ موجبه الشحنه. يبقى عدد البروتونات الايه؟ الموجبه. طب والعدد الكتلي ده عدد ايه؟ قال لي حاجتين، هو عدد البروتونات قلنا شحنتها ايه؟ موجبه زائد عدد النيوترونات. عدد مين؟ النيوترونات.
وعدد النيوترونات قلنا ان هو شحنته ايه؟ عدد. صح كده، اللي هو المتعادل اصلا. حلو كده؟ يبقى خلي بالك الفرق بين عدد الذري والعدد الكتلي، العدد الذري هو عدد البروتونات اللي هو شحنته اصلا موجبه، لكن العدد الكتلي مجموع حاجتين، بروتونات ونيوترو نات. البروتونات شحنته موجبه لكن النيوترونات ماله متعادل. اسال سؤال، لو انا عايز اجيب عدد النيوترونات اهو، عايز اجيب عدد النيوترونات، مش العدد الكتلي كان مجموع الاثنين والعدد الذري حاجه واحده بس، لو عايز اجيب عدد النيوترونات احسبها ازاي؟ ها احسبها ازاي؟ عندي عدد كتلي وعندي عدد ذري، اعرف رقم عدد الكتلي واعرف رقم عدد الذري، اقدر اجيب النيوترونات ولا ما اعرفش؟ اعمل ايه العددين؟ ها اجمعهم ولا اطرح؟ لا اطرح من بعض، ليه؟ اصل عدد الكتلي بص كده اثنين، بروتونات ونيوترونات، صح كده؟ والعدد الذري عدد مين؟ البروتونات، يبقى اطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري. لو طرحت 23 ناقص 11 اديني كام؟ اديني كام؟ 12. 12 ده عدد مين؟ ها؟ النيوترونات. حلو كده؟ لان انا عارف ان هو البروتونات 11 صح؟ والبروتونات والنيوترونات مع بعض 23، يبقى كام نيوترون؟ اقول له 23 ناقص كام؟ 11. صعب الكلام ده؟ خلاص؟ ده الفرق ما بين العدد الذري والعدد ايه؟ والعدد الكتلي. خلاص؟ دي يا شباب كانت الايه؟ كانت الذره. طب ايه بقى الايون؟ ايه الايون؟ قال لي خلي بالك، احنا لسه قايلين يا مستر ان الذره متعادله مالها؟ كهربيه. يعني عدد الموجب اللي موجود جوه النواه بتساوي عدد السالب اللي موجود حوالي. طيب تعالى يا جماعه نتكلم بقى على حاجه جديده اللي هي الايون. اللي هي مين؟ ها؟ أيون. الايون. ايه الفرق ما بين الايونات؟ وازاي بقى نعرف الايون الموجب والايون السالب؟ تعالي كده ايه نعرف الفرق ما بين الاثنين. خلاص؟ طيب خلي بالك كده، بص يا رما، الايون. الايون في عندي نوعين من الايونات. يا اما بقول عليه ان هو ايون موجب او ايون سالب. ايون موجب او ايون ايه؟ سالب. خلاص؟ مثلا انت لسه قايل ان الذره متعادله كهربيه، يعني عدد البروتونات اللي موجود جوه النواه بتساوي عدد الالكترونات اللي بتدور حول الايه؟ النواه، يعني معنى كده ان الذره متعادله، خلاص؟ متعادله كهربيه، بس خلي بالك لو قلت لك مثلا الصوديوم ان ايه؟ الصوديوم وجت ذره كلور، قالت لها يا كلور ينفع اتحد معاكي كيميائيا؟ ينفع ارتبط معاكي كيميائيا؟ قالت لها ينفع، بس خلي بالك انا متعادله كهربيا وانت متعادله كهربيا، لازم عشان نتحد احنا الاثنين واحد يفقد والثاني يعمل ايه؟ يكتسب. واحد يفقد والثاني يكتسب. طب مين فينا اللي هيفقد ومين فينا اللي هيكتسب؟ قال لي خلي بالك يا مستر، خلي بالك اللي بيفقد واللي بيكتسب لازم نعرف الكلام ده من خلال الذره. نسال الذره، يا ذره انت فلز ولا لا فلز؟ لو عرفت هي فلز ولا لا فلز تعرف اذا كان هي بتفقد او بتكتسب. لو عرفت ان هي فلز ولا لا فلز تعرف ان هي بتفقد او بتكتسب. اسال الصوديوم كده، يا صوديوم اللي كان عدد الذري 11 وعدد الكتلي 3 وايه؟ و20، وزعت الصوديوم توزيعه كام؟ 2 8 1. اسال الصوديوم، يا صوديوم انت فلز ولا لا فلز؟ خلاص؟ مستر اعرفه ازاي؟ اعرف ازاي اذا كان هو فلز ولا فلز؟ بص كده يا روم، لو انا عايز اعرف الفلزات هعرفها من المستوى الطاقه بتاع الاخير بتاعها. مستوى الطاقه الايه؟ الاخير. دايما الفلزات بتكون تحتوي على اقل من 4 الكترونات، تحتوي على اقل من 4 الكترونات في مستوى الطاقه الايه طبعا؟ الاخير. اقل من كام الكترون؟ 4. بس خلي بالك بقى، ما عدا عنصر البورون. ما عدا عنصر مين؟ البورون. ما عدا عنصر البورون. خلاص؟ البورون بيحتوي على كام الكترون تعرفي؟ 3 الكترونات. بس هل البورون ده فلز؟ لا، البورون بنسميه حاجه اسمها اشباه فلز، تبع الشبه فلز. ايه معنى كلمه شبه فلز يا رب؟ شبه فلز دي معناها ايه؟ عنصر ليه مظهر الفلزات، ليه مظهر الايه؟ لكن ليه معظم خواص اللا فلزات. يبقى هو شكله شكل مين؟ الفلز، لكن خواصه وتصرفه خواص مين؟ اللا فلزات. ودي بستخدمها في ايه يا شباب؟ بستخدمها في الالكترونيات. خلاص؟ اللابتوب، البطاريه بتاعت اللابتوب مثلا، الشحن بتاع الموبايل، الترانزستور، الحاجات دي كلها في الالكترونات بتاعتها ليها اهميه كبيره عندنا في العلم بتاع الالكترونيات. خلاص؟ دي بالنسبه لايه؟ لاشباه الفلزات. خلاص؟ وطبعا برضو عندك عنصر الهيدروجين بيحتوي على الكترون واحد، لكن عنصر الهيدروجين لا فلز، وهناخدها دلوقتي لما نتكلم على الفلزات واللا فلزات. طيب الفلزات تحتوي على اقل من ايه؟ من 4 الكترونات. طب واللا فلزات؟ اللا فلزات احنا لسه قايلين ان الفلزات تحتوي على اقل من 4. اذا اللا فلزات تحتوي على ايه؟ 4 الكترونات او اكثر. 4 الكترونات او ايه؟ اكثر. يبقى خلي بالك الفلزات دايما تحتوي على اقل من 4، يعني اما 1 او 2 او كام؟ او 3 الكترون. قلنا 4 الكترونات او ايه؟ 4 الكترونات. يبقى الفلزات اقل من 4 الكترونات
ما عدا قلنا عنصر البورون شبه فلز، وعندنا عنصر الهيدروجين قلنا لا فلز. خلاص. وعندك اللا فلزات 4 الكترونات او ايه اكتر، وقلنا 4 الكترونات او اكتر هتقابلني برضو اشباه موصلات، لكن مش بعرفهم من خلال التوزيع الالكتروني، لكن بعرفهم من خلال الخواص الفيزيائيه او الايه الكيميائيه، واخذنا الامثله بتاعتها. طيب يا روما لو اديتك مثال على الذره، بتعرفي تقولي لي اذا كان هي فلز ولا فلز ولا لا؟ بتعرفيها ازاي؟ من ايه؟ من الالكترونات بتاع مستوى الطاقه الاخير. لو كانت اقل من 4 تبقى فلزات، لو 4 او اكتر تبقى ايه؟ لا فلز. نمسح لنا كده السبوره كده وندي مثال. ماشي. امسح لنا حته كده. خلينا كده نكتب. بص كده. لو كتبنا مثلا عنصر المغنيسيوم Mg ده عدد الذري 12، توزيعه 2 8 2. هتقولي لي انا هبص على مستوى الطاقه الايه؟ الاخير 2 اقل من 4 ولا 4 او اكتر؟ ده اقل. يبقى ده فلز ولا لا فلز؟ فلز. صح كده. يبقى اذا المغنيسيوم فلز ولا لا فلز؟ فلز. يبقى بيميل ان هو يفقد ولا يكتسب؟ قلت لك دايما الفلزات بتعمل ايه؟ بتفقد، لكن اللا فلزات بيعمل ايه؟ بيكتسب. يبقى هيفقد ولا يكتسب؟ هيفقد. يفقد كام الكترون؟ دول 2 بس كده. يبقى يتحول بدل ما ذره يتحول الى ايون مغنيسيوم، يبقى Mg موجب 2. يبقى ده بنسميه كده ايه؟ ايون. فقد كام الكترون؟ 2. يبقى يتحول اهو، يبقى بالشكل ده توزيعه 2 8. ليه يا مستر؟ عشان هو فقد كام الكترون؟ فقد الاثنين. حلو كده؟ طب ليه انا سميته موجب يا مستر؟ ليه ما سميتوش سالب؟ اقول لك ببساطه، المغنيسيوم مش عدد الذري 12 صح؟ يعني عدد البروتونات الموجوده عنده كام بروتون؟ 12. المفروض كان بيدور حوله كام الكترون يا مستر؟ كان بيدور حوله كام؟ 12 برضه. 2 8 2. يبقى البروتونات هي شحنتها موجبه، والالكترونات كانت شحنتها ايه؟ سالبه. طب هو لما فقد من الالكترونات السالب ولا فقد من البروتونات الموجبه؟ فقد من اللي بره ده من السالب ولا من هنا؟ من اللي هنا السالب، صح كده؟ يبقى فقد الاثنين دول. صح كده؟ يبقى اصبح بدل ما 12 اصبح كام؟ كام دول؟ 10. يبقى الموجب 12 والسالب ايه كام؟ 10. يبقى مين اكتر؟ الموجب اكتر من السالب ولا السالب اكتر من الموجب؟ الموجب اكتر. صح كده. عشان كده قلنا على Mg موجب ايه؟ 2. ليه؟ عشان الموجب فيه اكتر من السالب. طب بص كده يا روما المثال ده، لو قلت لك مثلا خلاص مثلا وليكن الكلور Cl عدد الذري 17. عدد الذري كام؟ 17. توزيعه 2 8 7. 2 8 ايه؟ 7. اول حاجه هتعرفيه اذا كان هو فلز ولا فلز، هتقولي ابص على مين؟ مستوى الطاقه الاخير اقل من 4 ولا 4 او اكتر؟ 4 واكتر. صح كده. ما دام 4 او اكتر يبقى فلز ولا فلز؟ لا فلز. صح، الله ينور عليك. يبقى اذا الكلور هو لا فلز. لا فلز. وما دام لا فلز لسه قايلين من شويه بيفقد ولا بيكتسب؟ بيكتسب. صح، الله ينور عليك. يكتسب كام الكترون عشان يوصل للاكتمال؟ اي المستوى ده بيتشبع بكام الكترون؟ 7. خلاص بيتشبع ب 8. بيتشبع ب 8 عشان يوصل لاقرب غاز خامل ليه. خلاص اللي هو الارجون اللي هو 18 عايز يوصل لاقرب غاز خامل. طب هو 7 عشان يوصل لل 8 محتاج كام الكترون؟ صح، الله ينور عليك. يبقى اذا اهو الCl بيكتسب، تتحول شحنته بدل ما كانت ذره يتحول لشحنته ايه؟ سالب، بنسميه ايون سالب. يبقى توزيعه هيكون بالشكل ده 2 8 8. الله ينور عليك. طب ليه قلنا عليه سالب يا مستر؟ ده ما قلناش عليه موجب. تعالي نشوف كان عنده كام بروتون موجب؟ كان كام بروتون موجب؟ 17. وكان بيدور حوله كام الكترون سالب يا مستر؟ برضه 17. دي 2 8 كام؟ شحنتهم مالها؟ سالبه. هو لما اكتسب الموجب ولا اكتسب السالب اللي بره؟ الله ينور عليك. اكتسب السالب. يبقى زادت شحنه السالب ولا زادت شحنه الموجب؟ شحنة السالب. الله ينور عليك. يبقى عشان كده قلنا على الكلور شحنته ايه؟ سالب. عرفنا الفرق بين الموجب والسالب. خلاص. وده كان الفرق ما بين الفلزات وكان الفرق ما بين الفلزات واللا فلزات وما بين الذره والايون. يبقى يا شباب خلاصه الكلام اللي احنا قلناه، الذره كانت متعادله كهربيا، النواه كانت بتحتوي على بروتونات موجبه بيدور حولها الكترونات سالبه، وده بيخلي الذره متعادله ايه؟ كهربيا. قلنا في عندي نوعين من الايونات، يا ايونات موجبه يا ايونات سالبه، بعرفها من خلال الفلزات او اللا فلزات. دايما الفلزات بتكون اقل من 4 الكترونات وقلنا الشواذ بتاعتهم، ودايما اللا فلزات بتحتوي على 4 او اكتر. خلاص كده؟ لو انت عرفت هو فلز او لا فلز تقدر تعرف اذا كان هو ايون موجب ولا ايون ايه؟ ولا ايون سالب. تمام؟